طب يا جدعان انا اكتشفت لكم كنز حلاوه المولد، بيبيع الحاجه بسعر جمله الجمله. يعني انت متخيل ان الاسعار هناك بتبدا من 60 جنيه، وده لان دلوقتي في منفذ بيع لمصنع كامل بيعمل حلاوه المولد من 100 سنه، وهو جروب سويت امام ورفاعي اللي في العبور. يعني عايز اقول لكم ان الحاجه بتنزل حرفيا سخنه من المصنع وبتتباع على طول. موجود هناك كل ما تشتهي نفسك في الحياه من حلاوه المولد، بدايه من الفوليه والسمسميه العجين مرورا بالملبن والشكلمه لحد المكسرات بكل انواعها. بعيدا بقى عن الفوليه والسمسميه والحاجات دي كلها، فالحاجات اللي هي اللي بتبقى غاليه اللي هي البندق واللوز والفستق والعين جمل بيبقى في منهم 3 احجام، دي البايت ودي الباكت، والحجم الكبير بقى بيبقى القرص. 3 اسعار مختلفه، فدي حاجه حلوه ان هو ايه لو عايزين يرادوا كل الفئات السعريه. الباكينج نضيف الصراحه. الكاجوهيه عامله ازاي، وكميه الشربات برده قليله. حلو قوي. السكر بتاع الحاجه على الهادي قوي. بص اصلا الفستق الحلبي اللي هو بيبقى لونه اخضر ده بيبقى غالي قوي اصلا. بص كميه الفستق في العلبه عامله ازاي. اللوزيه بص القرص. لو الاسعار هناك غير منطقيه والبوكسات عليها عروض كتير، يعني ده حتى البوكس ابو 120 بقى ب 110، وعلبه ال5 كيلو فراخ اللي بتبقى مليانه مكسرات من الغاليه عمل 1000 جنيه بدل 1350. يلا بينا. بص المنظر، هتلاقي في بندقيه، كاجو، شكلمه، بسبوسه، لوزيه، هتلاقي الراس، هتلاقي شكلمه، ومن تحت بقى في الفوليه والسمسم. يعني انا شايف ان هي ممكن نخش بقى كهديه هتبقى محترمه قوي. وبجد يا جدعان بدون مبالغه الناس دي بتراعي ربنا قوي في المنتج بتاعها. وعموما منتجات جروب سويت هتلاقيها موجوده في شبرا وبولاق، والمصنع الاساسي بتاعهم بمنفذ البيع بتاعه موجود في العبور عند ميدان الفيروز.